أعلنت وزارة الداخلية المصرية منذ قليل عن اعتقال هايدي زيدان. إذا هنا أصبح اللغز الحائر الذي نتحدث عنه منذ أيام: أين هايدي زيدان؟ كيف اختفت هايدي زيدان، هذه السيدة المصرية اللي فاجئتنا وفاجئت العالم كله بظهورها المباغت والمفاجئ كرأس حربة في وجه طعن سياسة عبد الفتاح السيسي، والكلام عن الفساد، والكلام عن أروقة الحكم الآن، والقرارات الخاطئة، والتحدي للسيسي ونظامه. طبعا كان خروج مفاجئ، وأيضا كانت بداية مفاجئة، كل ما فيها مفاجأة. وهنا تساءلت مع حضراتكم لما اختفت مباشرة: أين اختفت هايدي زيدان؟ ولا هي في مصر ولا خارج مصر؟ السيدة استخدمت في الهجوم على السيسي كل قاموس، يعني قاموس قلة الأدب. يعني لم نرى يعني توجيه ألفاظ بهذا الشكل تفوقت حقيقة على كل الذين يعني من ذي قبل حاولوا ان هم يدخلوا في هذه الجولة وهذه الحلبة. هايدي زيدان اللي ظهرت فجأة واختفت فجأة بعد ما صدرت للسوشيال ميديا أكتر من حوالي 10 فيديوهات وهي تهاجم السيسي وتهاجم نظامه وتهاجم فساده، الآن بين قبضة الأمن وهي الآن معتقلة في مصر. طيب، بالضرورة وأنا بقول لك من دلوقتي هتطلع هايدي زيدان إما مجنونة مصابة بأمراض عقلية، أو أيضا أنها مصابة بأمراض نفسية. ما ينفعش حد يهاجم السيسي أو حد يقول ألفاظ على السيسي بهذا الحجم ويكون عاقل أو يكون إنسان سليم أو معافى. لابد يكون إما مجنون أو مجنون. أنا واثق من ده، أنا واثق إن ده اللي هيحصل. مش ممكن يعني، طبعا احنا لا ندافع مطلقا على ان يبقى في قاموس هجوم بهذا الشكل. ممكن جدا ان نقوله بده واللفظ ده يقول ده. انا لا ادافع عنها، وايضا الحقيقه انا مش بكلم على سلامه موقفها في الهجوم بقدر ما انا بس عايز اقول ان احنا الان الناس طهت، الناس زهقت. حتى لو طلعت مجنونه في النهايه، مين اللي جننها؟ حتى لو طلعت النهارده مريضه نفسيا، مين اللي اصابها بالمرض النفسي؟ هل هايدي زيدان هتكون اخر سلسله؟ اطلاقا. هايدي زيدان واحده في طريق طويل جدا. لو تركت لهم الساحه ان هم يقولوا ويشتمهم ويردحهم على الحال اللي وصلوا مصر، هتلاقي عشرات ومئات والاف بل ملايين منها الان. يعني طبعا بعيدا عن استخدام القاموس بتاعها الباس 18، كل قاموس قله الادب اللي واجهت بيه السيسي وانتقدت بيه السيسي وهاجمت بيه السيسي. ولكن في نفس الوقت، طب ممكن نظره الى ما قالته هايدي زيدان، ممكن نظرة إلى القرارات التي اتخذها السيسي فكانت انعكاس على المصريين بالسلب والفقر والقهر والجوع. انسوا الألفاظ قاسية والألفاظ كلها بلس 18، بس ممكن حد يفكر في كلامها. هل هي ما قالته عن اللي وصل له المصريين الآن من تدهور في كل مجالات خطأ؟ هل ما قالته عن ان مصر غرقت في الديون خطأ؟ هل ما قالته ان قال ان في طبقة من رجال الأعمال ورجال السلطة الآن مسيطرين على مصر كلها خطأ؟ انا معاك اهو، قلت لك هي استخدمت الفاظا قاسيه والفاظا خارج القاموس، ولكن بص هي قالت ايه. لان في الحقيقه انت النهارده هايدي زيدان اعتقلت، هتقول عليها مريضه عقليه مريضه نفسيه ايا كان، هتلاقي بعد كده عندك مليون مريض عقلي ونفسي، 2 مليون، 10 مليون، خصوصا ان مستشار السيسي الدكتور احمد عكاشه قال لك ان في 25% من المصريين مصابين بامراض نفسيه. فهتلاقي عندك 25 مليون مصري هايدي زيدان بيقولوا وهم مصابين برضو بأمراض الآن، أمراض العصر اللي أصابها للأسف سياسة السيسي الآن الحاضرة. ففي الحقيقة يعني أنا حبيت بس إن أنا كنت كلمتكم عن هايدي زيدان وعن اختفائها. الآن اللغز أصبح واضحا، هي الآن في قبضة أمن الدولة، هي معتقلة الآن. اكيد حضراتكم زي ما انا متوقع اكيد هتطلع يا اما مجنونه يا اما مريضه نفسيه. المهم ما تكونش انسان عاقل عشان تقدر تنتقد الحكم، حتى لو كان هذا الانتقاد وهذا الهجوم كان قاسيا وكان خارج القاموس المعتاد. اكيد الفتره الجايه حضراتكم هنتكلم على يعني مجريات التحقيق معاها، ايه اللي هيقولوه. انا متوقع ان تطلع مجنونه، تطلع مريضه نفسيه، زي ما حصل قبل كده من اكتر من حد هاجم السيسي بضراوه وبقسوه وبالفاظ قاسيه والفاظ خارجه. انما يا جماعه بصوا لليلته هايدي زيدان، بصوا للي كلمت عنه عن اخطاء هذا النظام واخطاء السلطه واخطاء السيسي. شوفوا كانت بتتكلم وهي سيده، كان واضح انها ارستقراطيه غنيه ثريه، مش من طبقه يعني فقيره. شوف الام الطبقه دي بقت عامله ازاي،
وانا واثق ان دي مش هكون اول ولا اخر مجنونه او مريضه نفسيا تطلع وتتكلم وتقول عن اخطاء النظام، لان بشكل رسمي من رئاسه الجمهوريه ان عندك 25% من المصريين الان اصحاب امراض نفسيه، وممكن تقول اكتر من 50% الان بعد اللي عمله السيسي على مدار اكتر من 13 سنه. بشكركم شكرا جزيلا. سلام عليكم.